عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما كررها في المجلس الواحد 70 مرة وربما 100 مرة، وكان كثيرا ما يرددها. هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الاستغفار، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، 70 مرة وهو يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. إنها كلمات أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء لما أكلا من الشجرة، أول كلمة قالاها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أول شيء طلبوه المغفرة، كانوا يستغفرون. ونزل آدم عليه السلام إلى الأرض وظل سنوات يبكي ويستغفر الله عز وجل. الاستغفار، إبليس لما لعنه الله عز وجل قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، عبادك هؤلاء لأحتنكن ذرية آدم إلا قليلا، سوف أضلنهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل يرد على إبليس، قال: لأغفرن لهم ما استغفروني. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أحلى الكلمات وأجل الكلمات. إن القلب ليصدأ، شفت القلب يحوش مثل الصدأ الغبش، هذا القلب إذا صدأ كيف نجلوه؟ بالاستغفار. أن يجلس الواحد منا مجلسا فيستغفر الله 100 مرة ويتفكر في كلماته، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. سنة الأنبياء، سنة المرسلين. نوح عليه السلام لما سأل ربه ابنه ثم رجع وقال: وإن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. رفع نوح عليه السلام يديه إلى السماء، قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح عليه السلام أكثر كلامه كان استغفار. كل الأنبياء. موسى عليه السلام لما قتل نفسا قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاغفر لي، فغفر له، مع أنه قتله خطأ، ما قصد ذلك موسى عليه السلام. كل الأنبياء كانوا يستغفرون، حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله ذنبه أمره الله فقال: واستغفر لذنبك، مع أنه مغفور له، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأمره الله عز وجل أن يستغفر لأهل الإيمان ليكون قدوة لنا. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي إلى المقبرة بالليل، خرج من فراشه وكانت ليلة عائشة، خرج من فراشه ليلة إلى بقيع الغرقد، ذهب ليستغفر لأهل القبور، وكانت آخر أيامه قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام، نشكو جدب أراضينا، يعني ما في مطر. قال: استغفر الله. وجاءه ثاني قال: يا إمام، نشكو الفقر. قال: استغفر الله. وجاءه ثالث قال: يا إمام، ما عندنا أولاد. قال: استغفر الله. قال أحدهم للحسن: كلما طلب منك أحدهم طلبا رددت عليه نفس الجواب فقط الاستغفار؟ قال: نعم. ألم تقرأ قول الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل الخيرات في الدنيا والآخرة مفتاحها الاستغفار.
جاءتني امرأة قبل فترة من الزمن تشتكي أن الله عز وجل لم يرزقها الولد، ليس فيها عيب لا هي ولا زوجها، حاولت بكل أنواع العلاج لكن لا فائدة، إلى الآن لم يكتب الله لها الولد. نصحتها نصيحة، قلت لها: أختي الفاضلة، احرصي في كل يوم على كثرة الاستغفار أنت وزوجك، ولنفترض في كل يوم وليلة 1000 مرة نقول أستغفر الله، لا يأخذ زمنا طويلا، 1000 مرة أنت و1000 مرة زوجك، وجربي هذا العلاج واستيقني الإجابة من الله عز وجل. تقول هذه الأخت: بل أنا أقول بعد فترة من الزمن اتصل علي زوجها يبشرني أنها حامل، ثم ولدت، ثم كبر ولدها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. حاس بضيق، رزقك قليل، الدنيا ضاقت فيك، تبي الحل؟ من لزم الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فقط لو جلست في صباحك ومسائك تكثر من الاستغفار، تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. عمر بن الخطاب قالوا له: يا عمر، أجدبت الأرض والسماء، ما في مطر، قم فاستسقي لنا. فأخذ يخطب في الناس، ماذا كان يقول؟ فقط يستغفر الله عز وجل ويدعو الناس للاستغفار، لأن عمر يعلم أن هذا هو سبيل نزول المطر. فقلت: استغفروا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن؟ قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. محظوظ هذا، هنيئا له الذي يأتي يوم القيامة يجد في الصحيفة كل استغفار. هذا هو الذي سوف يفوز عند الله. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. فقيل: وما النجاة؟ قال: الاستغفار، أن يقول العبد: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما أحلى هذه الكلمات، رددها الأنبياء والمرسلون، أكثر منها الصالحون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الله يحب يسمعنا نستغفر. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب أن يسمع من عبده أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، لكن لا يقول أن العبد أستغفر الله وهو مصر على ذنبه ومعصيته. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، شرط: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى العبادات التي نقدمها إلى الله نستغفر بعدها، لأننا ما أدينا حق العبادة، ما عبدنا الله حق عبادته. والله حتى في الصلاة أول ما نسلم سجدنا، ركعنا، قمنا، قرأنا، ذكرنا، دعونا، سبحنا، أول ما نسلم ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نردد هذه الكلمات، ما أجملها، تمحو الخطايا، تذهب الذنوب، تكمل العبادات. شفت عرفة من أعظم الأيام في السنة، وأعظم الناس الذين يقفون على صعيد عرفة، بل الحج
أعظم ركن في عرفة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. بعد ما يفيض الناس من عرفة ويتقبلهم الله، ماذا يطلب الله منهم؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد عرفة استغفروا الله. هذه امرأة تقول: مات زوجي وعندي أطفال صغار ونحن فقراء، يعني ما عندنا أموال. تقول: ضاق صدري، أنا أرملة ما عندي أحد ينفق علي وأطفالي صغار، فسألت شيخا بعد أن ضاقت بي الدنيا: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ قال لها: الزمي الاستغفار. قالت: أقول له: ما عندي رزق لعيالي، حنا حالتنا ضعيفة، ويقول لي استغفر الله، أنا ما أذنبت. قال لها: استغفر الله، هذا هو الحل. تقول: فظللت أنا وأوصيت أطفالي 6 شهور، ما ملت، مو بيوم ولا يومين، 6 شهور تستغفر الله عز وجل. تقول: والله كان عندنا أرض ما تسوى شيء، أرض بيعها يعني خسارة. تقول: هذه الأرض التي تركها زوجي جاء عليها مخطط فصارت من أغلى الأراضي وبيعت بملايين. تقول: فعشت أنا وأولادي حتى كبروا وتزوجوا في رغد العيش. بسبب ماذا؟ ورزقه الله من حيث لا يحتسب. الرزق يزدكم قوة إلى قوتكم. هذه وصية هود عليه السلام لقومه: إذا استغفرتم الله يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي يزيدكم نعيما وقوة ونعما على نعمكم. هذا أيضا رجل يأتي إلى شيخ يقول: يا شيخ، بيني وبين زوجتي مشكلة. فقال: اذهب لعل الله عز وجل يصلحها. قال: أنا أخطأت بحقها وحصل بيني وبينها فراق. فنصحه الشيخ أن يذهب ويصلح ما بينه وبينها. يقول: فلما ذهبت وطرقت الباب فإذا زوجتي تغيرت، وإذا بها انصلح حالها، وهي تستقبلني أحسن استقبال وترحب بي بعد أن اختلفنا اختلاف كبير بينه وبين زوجته خلاف. فقلت لها: أسألك بالله ما الذي جرى؟ كلمك أحد؟ قالت: لا. ما الذي حصل؟ أنا أخطأت بحقك. قالت: جلست من أول ما خرجت إلى أن رجعت فقط أستغفر الله عز وجل. علمت أن الله عز وجل سيفرج همنا، سيخرجنا من ضيقنا، سيؤلف بين قلوبنا فقط بالاستغفار. تريدون الرزق في الدنيا؟ تريدون الفرج؟ تريدون سعادة الدنيا والآخرة؟ بالاستغفار. حتى آخر الليل أهل التقوى يستغلون قبيل الفجر بالاستغفار. هذه من أوقات الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين الذين يستغفرون بالأسحار؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يصلي قيام ليل، بعد قيام الليل قبل الفجر يرتاح، يجلس يستغفر الله عز وجل. نعم، هذه من أوقات الفضيلة التي يستغلها العبد بالاستغفار. لقمان الحكيم كان كثير النصيحة لابنه. من نصائحه قال: يا بني، عود لسانك الاستغفار، خلك دائما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فإن لله ساعات يستجيب فيها لعباده. يعني راح يوافق يوم من الأيام ساعة يستجيب الله لك فيها فيغفر الله لك ذنبك. الإمام أحمد خرج في قرية من القرى مسافر، دخل إلى تلك القرية ما عند أحد يضيفه، ما يعرف أحد، وأهل القرية ما يعرفونه، مع أن إمام أهل السنة. دخل مسجد ينام فيه، جاءه حارس المسجد طرده، قال: ممنوع. قال: دعني أنام ساعة. قال له: ممنوع، لازم تخرج. فطرد الإمام أحمد وجلس عند عتبة المسجد. ما قال له أنا الإمام أحمد، لو قال له لأدخله، لكن الإمام أحمد لا يفتخر بنفسه، رجل متواضع، وضعه عند عتبة المسجد. جاءه حارس المسجد دفعه،
قال أنا خارج المسجد. قال أخرج. طرده حتى أوصله إلى قارعة الطريق، سمعه من خباز يخبز بالليل علشان يعجن والفجر يبيع الناس الخبز. نظر إليه أدخله، قال يا شيخ تعال تعال ادخل. ما يعرفه. أدخله المخبز من البرد وأجلسه عنده. خباز يعجن، مع كل عجنة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تعجب الإمام أحمد، قال يا فلان منذ متى وأنت على هذه الحال استغفار؟ قال منذ زمن. قال أو أعطاك الله شيئا؟ حنا نعرف أن الاستغفار يأتي بالنعم والخير. قال ما سألت ربي سؤالا إلا أعطاني إياه، كل سؤال كل طلب إلا طلب واحد. قال ما هو؟ قال دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ما رأيته حتى الآن. قال أبشر قد جرني إليك الله جرا، أنا الإمام أحمد بن حنبل، استغفر الله استغفارا كثيرا. من أعظم الفضائل وأجملها أن يتعبد الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته. أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهل رأيتم فضلا مثل هذا، أن يحصي الإنسان أسماء ربه جل وعلا، أسماء محبوبه سبحانه وتعالى، وإذا أحصاها دخل جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كل من ينكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل ذروهم، اتركوهم، وتعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء. ادعوا الله عز وجل بها، توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما أجمل أسمائه جل وعلا، ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة. أسماؤه أكثر من أن تحصى، أسماؤه لا يعرفها كل البشر، بل أسماؤه كثير منها أخفاها الله عز وجل عن الخلق، لكن أطلعنا على جزء منها. ومن أحصى 99 منها دخل الجنة. وما الدليل على أن له أكثر من 99؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. شوف الآن الشاهد، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. ثم تقول بالحديث أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. هذا هو الدعاء بأسماء الله عز وجل. كيف نحصي 99 اسما خلاص نحفظها وندخل الجنة؟ الإحصاء ليس كالحفظ، الإحصاء أعظم. ليس فقط تعرف الأسماء وينتهي الأمر، أن تعرف أول شيء وتحفظ أو تعرف معناها. ألفاظها 1، معناها 2، ثم تعمل بمقتضاها. يعني شلون؟ إذا علمت أن الله عز وجل هو الرزاق لا تطلب الرزق إلا من عنده جل وعلا. إن علمت أن الله عز وجل هو السميع العليم لا تقل ولا تعمل إلا ما يرضي الله عز وجل. إن علمت أن الله عز وجل من أسمائه الرقيب فإنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن علمت أن الله عز وجل هو القوي
فإنك تستعين به وتلجأ إليه جل وعلا. هكذا يعمل الإنسان بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته، ليس فقط يحفظ الأسماء وينتهي الأمر. إن حفظت أن من أسماء الله عز وجل السميع، البصير، العليم، الحفيظ، هذه الأسماء تجعلك تراقب الله جل وعلا. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل وعلا يسمع دبيب النملة. شفت النملة؟ نملة تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء، تدب على الأرض فيسمع الله عز وجل دبيبها. الله سميع عليم، لا تخفى عليه خافية. ما من ورقة تسقط في الأرض إلا يعلمها جل وعلا، بل يعلم ما توسوس به كل نفس. كم مليار اليوم على الأرض؟ أكثر من 6 مليارات آدمي إنسان. هؤلاء الناس كل واحد 6-7 مليارات إنسان، كل واحد يوسوس داخله، يفكر، يوسوس، تخالجه بعض الكلمات داخله ما تلفظ بها أصلا. كل هذه الوساوس في الأرض يعلمها الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إنه الله جل وعلا إذا أراد الإنسان أن يدعو بأسماء الله. واسمعوا لهذه القصة. رجل مسكين يعمل بالكراء، يوصل ناس على دابته من بلد إلى بلد، ومثل اليوم طائرات وسيارات وقطارات، لا، كانوا على الدواب يركبون الناس يوصلونهم من بلد إلى بلد ببعض النقود والدراهم، وعنده أولاد صغار يطعمهم، والرجل صالح. يوم من الأيام أخذ رجلا يوصله من قرية إلى قرية أخرى بعيدة. في الطريق قال له: أعرف مكانا أحسن من هذا، طريقا أقصر من هذا. قال: تدل؟ قال: نعم. أين؟ قال: اذهب من هنا. فذهب حسب دلالته، فأوصله إلى واد مقفر موحش، ورأى بعض عظام الآدميين في الطريق، فقال له: أمتأكد أنت أن هذا هو الطريق؟ قال: نعم. حتى إذا ابتعد عن أعين الناس وجاء في المكان الذي حدده، نزل من الدابة وأخرج سكينه. قال: ماذا تريد؟ قال: إني قاتلك، خلاص، أنا مو أنت أول واحد، أنا قتلت كثر. قال: ولم تقتلني؟ قال: أخذ المال الذي عندك. قال: خذ المال كله ودعني أذهب، فإن ورائي أطفالا صغارا. قال: لا والله، أما المال فهو لي، أما أنت فإني قاتلك. الأمر انتهى. قال: فإن كنت قاتلي فدعني أصلي ركعتين. قال: صلي. فأخذ يصلي ودعا في سجوده. انظروا ماذا قال: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد بأسماء الله وصفاته، يا فعالا لما يريد، يا من قدرته وسعت كل شيء، أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. أخذ يدعو ويدعو ويدعو حتى قال: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فجأة فإذا بفارس يأتي من بعيد، فارس يأتي من بعيد والمكان لا أحد يأتي إليه. نظر الاثنان: من هذا الفارس؟ فإذا بهذا الفارس لما وصل إلى هذا الرجل المجرم أخرج رمحا فطعن به في صدره فقتله. سبحان الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قال: من أنت؟ قال: أنا ملك في السماء الثالثة، لما دعوت الله في المرة الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة، السماء اهتزت بدعائك، فلما دعوت الثانية فتحت أبواب السماء، فلما دعوت الثالثة نزل جبريل وقال: أيكم ينصر الذي ينادي ربه ويستغيث بالله؟ يقول: فدعوت ربي أن أكون أنا الذي أغيثك، فأذن الله لي فنزلت لأغيثك، وإذا به يقتل المجرم وينجو من دعا بأي شيء، دعا بأسماء الله عز وجل. أسماء الله نعيش معاها، أسماء الله حياة كاملة، أسماء الله عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها. من أعظم الفضائل لو كل يوم نجعل لنا اسم من أسماء الله عز وجل، نتعلم الاسم، معنى الاسم، ما يقتضي هذا الاسم من عبادات،
من أعمال، من أخلاق. القضية ليست فقط اسم نحفظه وينتهي الأمر. لله 99 اسما، هذه حياة كاملة. من أحصاها دخل الجنة. أعظم آية في القرآن تصف الله عز وجل: هو الله الذي لا إله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأوا آخر سورة الحشر، أسماء الله عز وجل ما أجملها. هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر السورة. ملئ القرآن بأسماء الله وصفات الله جل وعلا. من أحصاها دخل الجنة. فضل كبير كثير من الناس عنه